فنانتنا النهارده كده زي ما انتوا شايفين ملامحها وكده. دايما بيطلعوها في دور الست العجوزة الشريرة الساحرة الدجالة، اللي هي يعني عشان هذا خلق الله، ده عشان ملامحها بتوافق كده. طبعا حصل لها يعني حاجة، وان هي دخلت الفن من خلال والدها اللي هو اصلا، لان والدها كان مرابي وهي ورثت عن والدها ان هي تكون يعني زيه. المرابي ده اللي هو بياخد الفلوس، يعني بيسلف حد جنيه ياخد منه 10، وده حرام وطبعا ربا، وده شيء غير مشروع، وهو كون ثروته من خلال الموضوع ده. فنانتنا النهارده هي اسمها صوفي ديمتري. هي ممثلة لبنانية، هي أصلا اتولدت في مصر لكن هي من أصل لبناني. اتولدت سنة 1873 وتوفت سنة 1953. لكن يقال ان هي اتوفت سنة 1955، يعني ماتت في رينج كده، يعني 75 77 سنة. طبعا حكايتها كانت ايه؟ ان والدها طبعا الفنانين كانوا طبعا في من كتير من الفنانين كانوا بيحبوا ينتجوا افلام وكده، فكانوا بيضطروا مثلا الظروف تضطرهم ان هم يروحوا يستلفوا من عند والدها ده، يعني زي ما قلت لكم مرابي. فكان ياخدوا منه مثلا 10 ياخدها هو 30، او مثلا ان حد يجيب له يرهن عنده ذهب مثلا بجنيه، هو كان قطعه الذهب دي تكون مثلا 10 جنيه، هو ياخدها بنص جنيه او بجنيه. طبعا انا بكلمكم على رينج العملات اللي هي طبعا بتكلم في رينج زمان بقى سنه 1800 و1910، وحاجات دي كانت قديمه. كانت الكلام اللي بتكلم دي يعتبر ثروه طائله. طبعا والدها اتوفى، لما اتوفى طبعا هي واخوها اللي مسكوا الثروه الهائله المهوله دي. فاخوها كان هو وهو بيتصارعوا على المال. طبعا هم في عقيدتهم هي يهوديه، ففي عقيدتهم ان البنت ما بتورثش لو اتجوزت، فهي قعدت وفضلت ما اتجوزتش وورثت. وكانت في خناق ونزاع بينها وبين اخوها، وفجاه اخوها كده قالت ان هو اتوفى ومات كده من غير مقدمات. طبعا ده لكل اجل كتاب، وتوفى. فطبعا هي اصبحت كل حاجة وكل المال ده ليها هي بس. فاللي حصل بقى ان ايه؟ ان طبعا الممثلين اترددوا عليها وبياخدوا منها فلوس. فعرفت في فنانة اسمها ماري منصور. فطبعا هي موضوع الفن ده لعب في دماغها، وان هي عايزة تخش الفن. فماري منصور دي قالت لها، كانت تديها فلوس مقابل ان هي عايزة تخش في اي دور من الادوار. وهنا بقى ابتدت وتنضم لفرقة نجيب الريحاني. وبالفعل لما انضمت لفرقة نجيب الريحاني، طبعا بعد ما خدت دور في مسرحية اسمها الذبايح اللي هي مع صديقتها ماري منصور دي. وفعلا يعني عملت كتير من العروض المسرحية مع الفنان نجيب الريحاني. وطبعا من أهم أفلامه كانت اللي عملتها معاه سلامة في خير، وشيء من لا شيء. طبعا من أهم أعمالها كان غرام وانتقام، ليلة ممطرة، شهر العسل، ابن الحداد، الأبرياء، سبع نص الليل، أنا الماضي، وكتير من الأعمال اللي هي كانت بتعملها وتدي دور ويخلي تجبر الناس يدوها دور بناء على إن هي تسلفهم، لأن هي كانت عايشة طبعا على الحرام. تيجي بيها الأيام وتروح بيها الأيام وهي عايشة في نفس البيت القديم، مش بتجدده حتى، يعني هزيل، يعني ما بتحاولش حتى تعمل له صيانه او تجدده قط بيضه او اي حاجه. عاشت عليه على كده. المهم في يوم من الايام طبعا هي خدها الشوق ان هي بعد ما كبرت وبقت في الخمسين والستين عايزه تتجوز. فجت اسره مصريه ايه ان هي تسكن عندها في البيت، وبالفعل سكنتهم. ابتدت لقيت عندهم شاب ابنهم صغير كان في العشرينات، ابتدت ان هي تلوف عليه وعايزه تعمل يعني ايه، عملت يعني قعدت معاه في علاقة غير مشروعة، غير يعني علاقة كده. المهم طبعا الولد طبعا مامته حاولت تنصحه واخده بالها والكلام ده كله. والده كان بيشتغل محاسب. المهم مامته راحت مجوزاه بنت خالته. طبعا ابوه حصل له حاجه، كان بيشتغل محاسب فخد من الشركه فلوس. فطبعا هو عملوا جرد ما لقوش، فكان هيتسجن. فاضطرت والدة الشاب ده انها تاخد منها فلوس، طبعا زي ما قلت لكم فلوس بالربا، اللهم اني صايمه. المهم لما اخدت الفلوس كتبت عليهم كومبيلات وشيكات والحاجات دي. فطبعا والراجل طبعا انقذته من السجن. المهم طبعا وهي مصممه عايزه تتجوز الشاب دوت. فطبعا ايه اضطرته، قالت له ايه يعني ان هو يطلق بنت خالته. بالفعل طلق بنت خالته، وبنت خالته دي ماتت في حادثه بعد ايام من طلاقها من ابن خالتها.
واتجوزوا. طبعا هو مش طايق، وهي كل شويه تهددهم بالكمبالات ومش طايقينها. فبيقول ان هو في يوم من الايام ان هو زي ما يكون ايه خبطها على دماغها ومشي ومن البيت وسرق بعض الفلوس منها. المهم طبعا في سنون غامضه ريحتها طلعت والكلام ده كله وبلغوا عنها. المهم البوليس لما خدها وكشفوا عليها والكلام ده كله لقوها ان هي ماتت بأزمة قلبية من قبل اصلا ما يحصل ان هم يضربوها. فطبعا مع الايام والجثة طبعا ان هي عفنت وكده ما بانش عليها الكدمات والضرب. طبعا الحادثات ايدت ان هي ازمه قلبيه، والحمد لله هو الولد والام طلعوا من الحوار ده بكل، يعني عشان نيتهم كانت نضيفه، عايزين ان هم يعني اتغصب عليهم في وجودها ان هي توجدهم في حياتهم. بس طبعا ده شيء غلط اصلا ان هم عملوه، ده انا مش موافقه عليه اصلا طبعا. المهم طبعا لما حصل كده فطبعا الولد ورث الثروه كلها اللي هي بتاعتها. فمامته قالت له لا يمكن، لا يمكن اخد اي حاجه من حاجتها، دي كل حاجتها بالربا والحاجات والمال الحرام، لا يمكن يخش على بيتي اي مال حرام. وما رضيتش يخش عليها اي مال حرام من اموالها. والمهم ان الاموال دي اتحفظوا عليها وخدوها وزارة الاوقاف، وطبعا راحت لجمعيات الخيرية وتم بناء بيها مساجد. وهي دي كانت حكاية فنانتنا النهاردة صوفي ديمتري. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، فضلا وليس امرا لايك، واللي مجاش نورني في القناة اتمنى يجي ينورني. اتمنى عيلتي تكبر اكتر واكتر، وممكن تفعلوا زر الجرس فضلا وليس امرا. متشكره للحبايب اللي معايا، متشكره للحبايب اللي جم ونوروني، متشكره للحبايب اللي جوه مصر وبره مصر. الف مليون شكر، وكل سنه وانتم طيبين ودايما بخير. اوعوا تنسوا تصلوا على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. استغفر الله العظيم اتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الف مليون شكر. سلام عليكم.